تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يقيما حدود الله طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم خير لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو علم الله أنكم سرا إلا أن تقولوا قولا النكاح حتى يبلغ الكتاب واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع وعلى المقتر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون هو الذي بيده عقدة النكاح أن تبرأوا لتوالوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بالله قانتين. الرجال ربنا إلى حميد فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف على الموت ما أكرم الله وجود ما يعلم إلا الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يريد الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله
موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولما كتب عليهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده فتاه بالنعمة والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآيات من الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله لم يكن كبيرة ولا نذيرة من جبال اللهم صل. ولما برزوا لجالوت أعلمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو كان الله الناس فعلهم بالذين فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله يرضى عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إن الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ألم شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم.
ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المغرب فأت بها من المغرب فأخرج الذي كفر وقال لا يأتي الغرب مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عاما ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عاما فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى عظامك إلى حميرك ولنجعلك آية للناس كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرفن إليك على كل جبل منهن إذا لم تجدن يأتينك فيومئذ العزيز الحكيم في كل زمرة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ينفقون أموالهم من جمال لهم أجرهم إلا بما خوف عليهم الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سدى لا يقدرون على شيء مما كسبوا فأولئك هم الكافرين أصابها وابل فإن لم يصبها بما تعملون تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها حين فكرمت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه وأنتم بتوفيه واعلموا أن الله ولي الكانوا يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم من يشاء ومن
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف ذلكم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقون لا إله إلا الله به أموالهم بالليل والنهار والعالية والجمع بأمرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فما سلف وأمره إلى الله وكما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرهم بربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تتوبوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا لا كفارة ما يضار كاتب ولا شهيد وإن كفروا فإنهم فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته ويتق الله
وملائكته وكتبه ورسله وفرح بين أحد من رسله وغير سمعنا وأطعنا وبارك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فئة تهاجر في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم بالله في ذلك العبرة لأولي الأبصار. للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وحد ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لعل الله الإسلام وما تلف الذين أوتوا الكتاب إلى من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
منك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشر بعذاب أليم. ذلك الذين عملوا أعمالهم من دنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغلوا في دينهم ما كانوا يفترون. فإذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يدخلون النار وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الليل في النهار وتولج النار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتكتب ما تشاء بغير حساب. يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تبتغوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فاتبعون الله واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قالت ربي أن فلما وضعتها قالت ربي أن إني وضعتها أنثى والله أعلم بقبول حسن وعقبها نواة حسنا وكفرها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت بفضل الله إنما عنده من يشاء بغير حساب كذلك يوفق الله بأمره لنجد ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يوجهك بآيات مسبحا بكلمة من الله وسيدا ورسولا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بالآية
رايتك ألا تكلم الناس إن الله يبشرك بكلمة والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كآية الدهر فأنفخ فيه فيكون خيرا بإذن الله إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فأعذبوا عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فليلا لنا والقصص حق ما في الإله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله فلا يتخذ قولنا قولنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون على الكتاب لمن يحاجون في إبراهيم ما أوتي الكتاب إلى من بعده
علمكم بعلم علمتها دون فيما ليس لكم بعلم والله يعلمها أنتم لا تعلمون. كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي الذين آمنوا والله خير المؤمنين. صفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الله يعملون من تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن أحد مثل ما أوتيت لا يحاجرك وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. برحمته من يشاء والله بالفضل عليم. الكتاب من تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله كذبا ويعلمون من أوفى بعهده واتقى وإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كذبا ويعلمون. كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمرون بالكفر فإذا أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به
أعمالهم ثم زادوا وقالوا سوف أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لما تكفرون بآيات الله والله يعيدها بعد أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون منكم أمة يدعون إلى الخير تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عليم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كفروا بعد إيمانهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أبيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها نعذرها عليك برحمة الله ثم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض الله يعلمون خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولما أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأنذرهم الفاسقون وإن يمركم إلا وإن يعذبكم يوليكم الأدبار ثم لا يؤذنون الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في
كمثل ريح فيها سر نساوى هذا قوم ظلموا أنفسهم فلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عليكم الأنامل من الويل وقلتم بعينكم إن الله عليم بذات الصدور يصبكم سيئات يفرحون بها وإن تتقوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بذلك تقوى المؤمنين بقائد المثال والله سميع عليم بمطارحكم أن تتقوا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله بالبر وأنت وجنة فاتقوا الله لعلكم تشكرون المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف كالملائكة مرسلين وتتقوا ويأتوكم من فضله هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف كالملائكة مسومين لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلى بنعمة الله العزيز الحكيم فربي الذين كفروا يكفروا فينقلبوا إليه لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون والنار التي أعدت للكافرين أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ومن يغفر الذنوب فإلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم بكم بصير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بيان للناس الهدى وموعظة للمتقين ولا تحزنوا وأنتم الأعلام إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ليس الله الذين آمنوا ويرحم الكافرين تدخلوا الجنة الرحمن يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويرحم الصابرين تمنوا بالموت من قبل أن تلقوه وتعيدكم وأنتم تعلمون رسول ودخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل على أعقابكم وضيعتم
الله ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثواب الدنيا وثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا ويرجوكم على أعمالكم فتنقلبوا خاسرين ومولاكم خير الناصرين. في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وما لهم من عذاب السماء تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم سلمكم عنهم ليبتليكم ويتوفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. وآثرون على أحد والرسول يدعوكم في أخريكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله عليم بما تعملون. عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر ما شيء قل إن الأمر كله لله يخفون به أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم من قبل إلى مضاجعهم يوم ترجعان إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يتلوون ذلك عن تاريخ قلوبهم الظاهرين ويميت والله بما تعملون بصير. في سبيل الله رحمة مغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. كنتم أخذتم غير الله تنشرون بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وتولهم فشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله فلا غالب لكم وإن يضركم فما كالذي يضركم بوجهه على الله ويبتغون
قد أسبتم مثلها قلتم أن هذا هو من الأنفس وإن الله كل شيء أصابكم يوم كان مع حبيب الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يهرب منهم بالإيمان يقولون لبيك ليس في قلوبهم الله أعلم بما يقولون فليقالوا لإخوانهم وقعدوا لو تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ربهم آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله يطيع الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم واخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بنعمة من الله وقول لم يمسسهم سوء جمعوا رضوان الله وقالوا قول عظيم إن بينكم الشيطان يخوف أولياءه وخافوني فأنتم الذين يسارعون في الخطر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة وهم عذاب عليم شروا الكفر بالإيمان أن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم لما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء بنور الله ورسله ويتمم وحدته فلكم أجر عظيم الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بغيوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير لولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وأصحاب الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس من الله بغفير الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا قربان فيقولوا النار ومن جاءكم رسل من قبله بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين كذبوك فقد أنزل رسل من قبلك جاءوا بالبينات فاستغفروا لربكم
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تتقوا وتتقوا فإن ذلك من الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون الذين يفرحون بما ويحبون أن يمثلوا بما لم يفعلوا ولا يأتون بمثالة من العذاب ولهم عذاب أليم ملء السماوات والأرض لا بالليل والنهار آيات لأولي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إنك هتطغي النار فيزيده وما للظالمين من أنصار إنما سمعنا منادي أن ينادي الإيمان على من ربنا ربنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بأجل الله والله عنده أجر ثواب يغرنك تعلق الذين كفروا في البلاد قليلا ما جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا أنتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن ألا تعدلوا فلا عدة لهم ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فتغنتن ملة فإن جبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا
تدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأنفقوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. لو تركوا من خلفهم ذرية فخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يأكلون أموال اليتامى ظلما كما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس مما ترك من بعد وصية يوصي بها أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم عليم. حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت والله لهن سبيلا. يأتيانها معكم فآتوهما وإن تابا وأصلحا فأرضوهما كما إن الله كان توابا رحيما. توبة الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك تسألهم عذابا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء
كرها ولا تعضوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأعجلوهن بالمعروف فإن كرهتموهن استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين لا تجمعوا بين الأختين إلا ما وسع بين الأخوات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به إلا بالفريضة إن الله المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف المحصنات غير مسافحات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن بالهما المحصنات ذلك لمن خشي العنة وأن تنذروا خير لكم والله غفور رحيم ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله ويتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أن يوفقكم الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ذلك عدوانا وظلما وكان ذلك على الله يسيرا بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسأل الله من فضله بكل شيء عليم
أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وإن غفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الله تدركوا به شيئا وبلا والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب أهل السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وذلك به عذاب مهين الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا عليهم وآمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما مثقال ذرة ويزق حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا من كل أمة بجيل وجنا بك هؤلاء يود الذين كفروا عصوا رسول سوائهم يكتمون الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسرون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وآمنوا بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأطعنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يزكون
بالجد وطال